القرض الشعبي الجزائري ومجمع تحكوت اتفاقية لتمويل المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة سياحية صنف هيونداي، حيث أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب أن نسبة دفع المواطنة تتمثل في 10%، وكما أن القرض يتجه إلى كافة شرائح المجتمع. التفاصيل رصدتها إيمان عياش. القرض يتجه إلى كل من عنده مصدر رزق، عنده مدخول شهري، دونك يلزم يكون هو بيان سور il faut qu'il ait au moins le 1,5 du SMIC, c'est-à-dire salaire minimum garanti. C'est une fois le salaire minimum et une fois et demi le salaire minimum garanti. Voilà, donc يكون عنده également عقد عمل لمدة على الأقل سنة. القرض يكون مدة من 12 شهر ل 60 شهر على حسب مقدور الكليون وحسب رغبات الكليون، لكن يحب قرض صغير على مدة سنتين 3 سنوات، البنك هو يختار المدة اللي يحبها. إذا يكون تانيك الدفع تاع الزبون يكون على الأقل 10% من قيمة السيارة، والقرض تاع البنك يروح حتى ل 300 مليون سنتيم. Il y a 8 marques, 8 modèles de véhicules. من الإيديس حتى للسانتا-في. Toute la gamme de Hyundai. Ils sont prêts d'ici 15 à 20 jours, on va commencer la distribution. كان علامات أخرى باش المواطن يعرف بلي كان سيارات تحت 100 مليون سنتيم. هذا وبخصوص توسيع عملية القرض الاستهلاكي، أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب أنه أبرم 10 اتفاقيات مع شركات تنتج محليا الأدوات الكهرومنزلية. 10 اتفاقيات مع شركات تنتج محليا المواد الكهرومنزلية الإلكترونية، أثاث اكسيتيرا. دونك اون دي كونفونسيون، لو ريزو ايت انفورمي. في شركات أخرى راح يجوا تري بروشينمون. رانا في ستاد افونسي افيك رونو الجيري باش نروحوا للفينانسمون دي فيكول. Donc peut-être la semaine prochaine on va organiser la même cérémonie avec Renault. On est en phase finale. راح جاي ان شاء الله، راح جاي.